ناس كتير فاكرة ان السعر مرتبط بجودة الاداء وكفاءة العربية، لكن خليني اقولك ان ده حقيقي، لكن مش بنسبة 100%، خاصة في السوق المصري اللي فيه تهريج وعشوائية في الاسعار. ومقارنة النهاردة هتبقى بامكانيات متقاربة ومتفاوتة لصالح عربية عن التانية، واول عربية هي بيجو 206 والتانية فورد اسكورت. فبالنسبة للاقتصادية بتتقارب الاسكورت من ال 206 في معدل استهلاك البنزين، واللي بيكون بمتوسط 8 لتر تقريبا لكل 100 كيلو. اما مصاريف التشغيل والصيانة فبتتفوق نسبيا الاسكورت عن 206، وده بسبب مصاريف صيانتها اللي اقل. والتقييم هنا هيبقى متقارب، ال 206 7 والاسكورت 8 من 10. الحجم والراحة. حجم البيجو 206 بيتميز نسبيا عن الفورد سكورت ونفس النظام في مساحات التخزين، خاصة مع طي المقاعد الخلفية، فمساحة التخزين هتوصل ل 992 لتر. أما بالنسبة للراحة فنتيجة لمساحات التخزين والمساحة الداخلية اللي بتتميز بيها ال 206 عن السكورت، في ميزة ثانية مع نظام التعليق المرن لبيجو 206 واللي بيوفر راحة بشكل أكبر إلى حد ما، لكن الاتنين بيفتقدوا المساحات الكبيرة اللي يخلي العربية عائلية. فالتفوق هنا هيبقى لل 206 بتقييم 6 من 10 والسكورت 5. المتانة ونظام التعليق. فمن حيث المتانة بتتميز هنا السكورت عن 206، وانا هنا بتكلم عن متانة الصاج. اما بالنسبة لنظام التعليق فبتتفوق ال 206 عن السكورت، وزي ما وضحت لك في المرونة مع نظام تعليق قوي ويتحمل، لكن بتحتاج صيانات من وقت للتاني، فالتقييم هيتساوى بين الاتنين 7 من 10. تصميم الاتنين بيميل للشبابية، خاصة انهم بيقبلوا للتعديل، لكن من رأيي ان البيجو 206 بتتميز بشكل كبير بشكلها العصري عن السكورت. فمن ناحية التصميم البيجو 8 والسكورت 5 من 10. الاعتمادية. سواء بيجو 206 او فورد سكورت فالاتنين بيتميزوا بالاعتمادية، وانا اقصد بالاعتمادية هنا في الاجزاء الميكانيكية نفسها، وكل عربية فيها مشكلة للاعتمادية. فبالنسبة للفورد سكورت العربية بتسخن بسرعة، وده بسبب مشكلة في الكوعة سهل حلها مع صنايعي مختص. اما ال 206 مشكلة في الكهرباء، والمفاجأة هنا في التقييم وهوضح لك في اخر الفيديو ليه التقييم ده. فالسكورت 8 من 10 والبيجو 206 4 من 10. التسارع من 0 ل 100 والسرعة القصوى. تسارع فورد سكورت من 0 ل 100 بيكون من 9 ل 12 ثانية، أما البيجو 206 فبيوصل ل 15 ثانية. أما بالنسبة للسرعة القصوى فبيتساوى الاثنين في الجزئية دي، لكن بتتفوق ال 206 نسبيا في السرعة القصوى واللي بتكون بالمتوسط 180 كيلو في الساعة. فكده الاثنين هيتساووا بسبب تفوق كل عربية من الاثنين في كل نقطة عن الثانية. يعني الفورد بتتفوق في نقطة التسارع من 0 ل 100، أما البيجو بتتفوق نسبيا في السرعة القصوى، فالتقييم هتساوى 8 من 10. تجربة القيادة. لو عايز تجرب تجربة قيادة ممتعة ومميزة فالاتنين ممتازين وهيقدموا لك أداء مثالي في تجربة القيادة، وده اللي هتلاقيه في الاتزان القوي مع السرعات العالية، مع سهولة ومرونة في التوجيه سواء في الطرق السريعة أو في الشوارع الضيقة. وفي الشوارع الضيقة والتعامل جوه المدينة فالاتنين عندهم قدرة عالية على التعامل مع النار والمطبات، وبيوفروا راحة كبيرة للركاب. لكن ال 206 بتتفوق عن الفورد سكورت في جزئية العزل، لأنك مع الفورد ومع السرعات العالية بتسمع صوت الكاوتش في الموتور بشكل واضح. فالتقييم هيجي في صالح البيجو 9 والسكورت 8 من 10. التجهيزات ووسائل الامان. تجهيزات الاتنين متواضعه وبتشمل تجهيزات اساسيه زي سنتر لوك وتكييف وازاز كهرباء وغيرهم، لكن في وسائل امان بتميز ال 206 في اخر اصداراتها عن الفورد سكورت زي الاي بي اس. ومع الاختلاف ده في تشابه في جزئيات تانية من وسائل الامان، منها الاتزان القوي ده مع تفوق في السكورت مع متانه الصاج، والتقييم من رايي هيبقى بتساوي 7 من 10.
قطع الغيار. بتتميز 206 من ناحيه قطع الغيار من حيث التوافر، لكن في السعر بتتميز الفورد اسكورت بان سعرها اقل، والاثنين بيقبلوا قطع غيار بديله واعتماديه. فمن رايي الاثنين هيتقاربوا في التقييم، لكن السعر هيتفوق لصالح الاسكورت ب6 من 10 وال206 5. الصيانة، الاتنين صيانتهم صعبة ومش أي صناعي يقدر يشتغل فيهم، وده عيب من عيوبهم لأن فعلا مفيش أي حد يقدر يشتغل فيهم، وده بسبب تكوينهم من أجزاء ميكانيكية معقدة. ومن رأيي الاتنين هيتساووا في مشكلة الصيانة 4 من 10. السعر، خليني اقول لك ان الاسعار مش ثابته، لكن في تفوق واضح لفورد اسكورت في نقطه السعر عن بيجو 206، واللي سعرها من رايي بالنسبه لامكانياتها ومشاكلها غالي. فهتلاقيني في الفيديو الخاص بالسكورت برشحها لك بسبب ميزه السعر، سعرها قليل بالمقارنه بعربيات تانية كتير اقل منها في الامكانيات. اما بيجو 206 ومع عشوائيه الاسعار اللي بتحصل في السوق الايام دي سعرها زاد بشكل غريب، فالتقييم طبعا هيبقى في صالح السكورت 8 من 10 والبيجو 5. اخر حاجه اعاده البيع. وبرغم سعر فورد اسكورت والفرق ما بين الاثنين، الا ان البيجو 206 بتتفوق بشكل كبير في اعاده البيع عن الاسكورت، وده بسبب انتشارها بشكل اكبر في مصر وشعبيه سيارات بيجو في مصر بشكل عام، وبرضه نتيجه لان الناس كتير مش فاهمه وبيشتروا العربيه المنتشره عشان يعرفوا يبيعوها تاني. برغم تفوق البيجو 206 في اغلب نقط المقارنه اللي اتكلمنا فيها، الا ان عن نفسي لو هفاضل ما بين عربيتين فانا هختار الاسكورت، وده طبعا لان الفرق ما بينهم واللي بيكون في صالح البيجو في بعض المقارنات مش كبير. تاني سبب وهو السعر. سعر الاسكورت مناسب جدا جدا وقيمه فعلا مقابل سعر، ده في مقابل امكانياتها. ثالث واهم سبب وهو المشكله الكبيره اللي بتقابل البيجو 206 في عطل الكهرباء، خاصه لو في الضفيره، فالعربيه ممكن ما تتحركش وتبقى فعلا معضله كبيره معاك وتصرف كتير. لازم صنايعي مختص وفاهم جدا عشان اعطال الكهرباء بتجيب اعطال تانية معاها. لكن الاسكورت اعتماديه بشكل كبير، ومشكلتها الوحيده تقريبا عدم توافر قطع غيارها والسخونه، والمشاكل دي ممكن تتحل بسهوله. يعني مشكله السخونه بتتحل مع تعديل الكوعه ودوره التبريد بشكل عام. اما قطع الغيار فالعربيه في حاله انك ما لقيتش قطع غيار ليها فبتقبل قطع غيار بديله، غير ان ممكن تعدل لها اجزاء ميكانيكيه والمشكله دي تتحل. فمن رايي الاسكورت ليها الافضليه لو عايز عربيه تقدر تعتمد عليها. ده كان فيديو ايهم افضل، ما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام وحش.